السلام عليكم. عشان توصلي للمستوى ده تابع الفيديو لحد الاخر. انت عندك بتقولي عندك مشكله قشره والشعر دهني وعاوزه حاجه تقلل القشره. على فكره الشعر الدهني هو ميزه مش عيب، يعني هو ميزه قويه مش عيب. والناس اللي بتعالج شعرها من فتره كبيره عارفه ان الشعر الدهني علاجه اسهل من الشعر الجاف او اللي فيه جفاف فيه، تمام؟ او الشعر المختلط. الشعر الدهني علاجه اسهل لان هو بينتج زيوت طبيعيه، فبيبقى علاجه سهل جدا. طب ايه الحل او هنعمل ايه بالظبط؟ ركزي معايا جدا، اللي انا هقوله لك ده يعتبر ملخص الموضوع ايه. انا لو عندي القشره عاليه جدا هعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انا هبطل استحمى بميه سخنه على فروه راسي، لازم يبقى ميه فتره او ميه للسقوعيه شويه. وتاني حاجه هجيب نص كوبايه خل تفاح مع شويه ميه دافيه كده واخلطهم ببعض واغسل شعري بيهم، هيتخلص من القشره على طول. تاني حاجه هوقف شامبو واغسل بحمام كريم، اغسل بحمام كريم وقف شامبو تماما. اخلي الشامبو مره كل 15 يوم او كل 20 يوم واغسل بحمام كريم. تالت حاجه ابتدي اتسرح بسيرم معالج للشعر، هلاقي الدهون اتظبطت في الشعر، الشعر بدا يطول، الشعر بدا يتقل، بدا ينبت زي الصوره اللي انت شايفاها دي دلوقتي حالا. بدا مستوى شعرك يتحسن جدا. بس كده. فكده قلت لك الحلول اللي تمشي عليها ان شاء الله. لو عاوزت اي حاجه اكتبي في الكومنتات. السلام عليكم.